النادي الاهلي يفوز على نادي المقاولون العرب في مباراه جمعت بين الروح القتاليه واللعب الجماعي. فاحنا في حلقه النهارده هنتكلم عن مباراه النادي الاهلي ونادي المقاولون العرب. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام واعمل لايك وتعالى نبدا. طبعا النادي الاهلي نزل بتشكيل اللي انا قلته لك في حلقه امبارح بالظبط. قلت لك كريم فؤاد هينزل مكان محمد هاني، وده قبل ما القايمه تنزل. يعني قلت لك محمد هاني مش هيكون في المباراه قبل ما القايمه تنزل اصلا، فبفضل الله طلع هو التشكيل اللي انا قلته لك باللاعب بالحرف الواحد من اول مركز حراسه المرمى لحد مركز المهاجم. نخش بعد كده على حلقه النهارده. النادي الاهلي امام نادي المقاولون العرب في مباراه جمعت بين الروح القتاليه للنادي الاهلي والشراسه وروح الفانيلا اللي لاول مره اشوفها من الموسم الجديد ده، وفي نفس الوقت فنيات في الملعب والجماعيه في الملعب. الجماعيه اللي ما كناش بنشوفها من امام عاشور دلوقتي بقينا نشوف امام عاشور بيسلم ويستلم ويشوط على الجون، وبقى يعني يلعب لعب جماعي ما شفناهوش من امام عاشور الماتشات اللي فاتت. مش هقول لك الموسم ده، لكن ما شفناهوش من امام عاشور الماتشات اللي فاتت. تريزيجيه طبعا احنا كنا بنشوف تريزيجيه في الحلقه في مباراه النهارده، بنشوف تريزيجيه بيلعب كمهاجم تاني. يعني انت بتشوف دلوقتي تريزيجيه بيخش كمهاجم تاني مع مروان عثمان اوتاكا، بيفضي مكان لامام عاشور. اول ما يفضي مكان لامام عاشور، امام عاشور يخش في المركز ده يبتدي يرفع عرضيات. يوسف بالعمري اللاعب اللي بيفضل نفسه مساحه بشكل مبهر، في نفس الوقت بيدي الكوره لامام عاشور، امام عاشور بيرفعها. ده الكلام ده في الهدف الاول بيرفعها، لكن قبل ما يرفعها ركز في امام عاشور. قبل ما يرفعها امام عاشور، قبل ما يرفع الكوره عمل فيها شغل عالي جدا جدا ما يجيش الا من لاعب كبير. ايه اللي عمله امام عاشور؟ امام عاشور عدى من اثنين لعيبه، وبعد ما عدى من اثنين لعيبه ما رطش الكوره وخلاص ورفعها، لا، امام عاشور رسي ووقف الكوره، عمل الهدوء كده، عمل وقف على الكوره. بعد ما وقف على الكوره شاف الرؤيه، عمل رؤيه كده، شاف اللعيبه اللي عنده ورفعها بالمقاس على راس محمود حسن تريزيجيه واتسجلت هدف. تعالى بعد كده نروح للهدف الثاني عشان تعرف ان امام عاشور متحرك. الهدف الاول امام عاشور كان في الجبهه اليسرى، دلوقتي امام عاشور هيكون معانا في الجبهه اليمنى بعد نزول اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي بياخد الكره على طول من امام عاشور بيديها لامام عاشور. امام عاشور بيخش بقى الكره دي، اي حد اي لاعب عادي، اي لاعب عادي واخد بالك، اي لاعب عادي هياخد الكره دي وهيبصيها ورا، هيبصيها مثلا لورا اللي جاي من ورا يشوط. لكن امام عاشور غير اي لاعب. امام عاشور اول ما خد الكره دخل لقدام وشمعها في الشبكه. دي الفرق بين الجوده، دي الفرق بين جوده اللاعب العالمي والفرق بين جوده اللاعب المحلي. امام عاشور كلاعب كوره ماليش دعوه بعقليته دلوقتي، امام عاشور كلاعب كوره فهو لاعب عالمي. نخش بعد كده عشان تبقى تعرف ان تأثير حسين الشحات افضل من تأثير طاهر محمد طاهر. وهنا بكلمك عن الهدف الثالث للنادي الاهلي. النادي الاهلي في الهدف الثالث حسين الشحات اللاعب، بص حسين الشحات اللاعب الخفيف المهاري اللي عنده مهارة ربانية. حسين الشحات ينزل وياخد الكوره يعدي من لاعب واثنين ويشوط الكوره ترجع له تاني وبعدين يشوطها وتسجل هدف. وده حسين الشحات مش طاهر محمد طاهر. شفت الفرق بين اللاعب اللي بينزل يعمل لك الفرق؟ طب حسين الشحات ده تنزله اساسي في اي مباراه وانت مطمن، لكن طاهر انت بتنزله في اي مباراه ما بيقضيش مصلحه لا ورا ولا قدام. فحسين الشحات يا جماعه افضل من طاهر محمد طاهر حاليا وفي اي وقت فات. الحمد لله النادي الاهلي فاز في مباراه كانت صعبه جدا وكانت مقلقه لجماهير النادي الاهلي، لكن لحد دلوقتي كده النادي الاهلي اداؤه يطمن في المباراه دي بس، لكن لسه ما شفناش المباريات الجايه. لسه عندنا مباراه جايه تقريبا امام طلائع الجيش، في يوم مباراه جايه للنادي الاهلي هتكون مباراه صعبه برضه. نفوز المباراه الجايه دي وننهي الدور الاول ان شاء الله باذن الله نكون متصدرين. فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي الفتره الجايه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وهنا تكون خلصت حلقتنا. ان شاء الله النادي الاهلي الفتره الجايه يكون موفق في جميع مبارياته ان شاء الله. وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك تدعم اخواتنا في فلسطين لعل الله يزيل الغمه. اشوفك الحلقه الجايه.